السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم عيش البرجر او عيش اللي هو الكايزر ده. ما شاء الله طالع بالجمال ده زي ما انتم شايفين كده، واخد يعني اللون الذهبي كمان الجميل ده، وهاشش خالص وطري. طالع بصراحة احسن من اللي احنا بنشتريه كمان من بره، ومفرغ كمان من جوه وكمان هاشش خالص. اتمنى بقى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ندخل بقى على المقادير والطريقة على طول. دي بقى كل المقادير. معايا 3 كوبايات ونص دقيق، هنحط عليهم ايه رشة ملح. معايا معلقتين كبار سكر، 3 معالق زبدة، كوباية لبن، ومعلقة كبيرة خميرة وبيضاية. السكر اللبن طبعا دافي، هنحط عليه معلقة سكر كده وندوبها كويس. بعد كده بقى ايه هنضيف عليه معلقة الخميرة. هنقلبهم برضو كويس ونركنهم بقى 10 دقايق كده لما الخميرة ايه تتفاعل يعني مع اللبن. هنا بقى ما شاء الله الخميرة خمرت. هنجيب بقى السكر اللي فاضل معانا ده، هنفضيه على الدقيق ونقلبهم ايه كويس. وهنضيف بقى عليهم كل المكونات اللي معانا دي. انا ضفت الخميرة والزبدة المذابة، دول 3 معالق زبدة. وديت البيضة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان متبقاش ساقعة تدخل بقى على كل المكونات تبقى ايه تبوظها. ضربتها انا شوية بالشوكة كده وضفتها برضو على الدقيق. هقلبهم بس شوية كده بالمعلقة وبعد كده بقى نعجنهم بايديا. ممكن بقى كل المكونات كده تحط في العجان وتتعجن لمدة ايه 10 دقايق. بس انا حبيت يعني اعجنها معاكم بايديا عشان اللي ما عندوش يعني عجان. خدتش يعني ايه اي وقت. هكمل بقى عجينها وارجع لكم. هنا العجينه بعد ما لمت معايا لقيتها لسه بتلزق بس شويه، هنعجنها شويه كمان. هنا بقى خلاص ما شاء الله بقت جاهزه، طريه وناعمه ما شاء الله خالص. لما تبقى طريه المعجنات بتبقى طالعه من الفرن ما شاء الله هشه وطريه. هغطيها بقى بالكيس والفوطه ونركنها بقى لما تخمر ونرجع لكم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما اختمرت نديها البوكس كده ونقطعها بقى معاكم. جبت بقى السجان اللي هنحط فيها، مش هندهنهم زيت ولا هندهنهم اي حاجه. هنقطع على طول العجينه ونحطها فيهم، مش هنفردها بقى، هنسيبها زي ما هي كده. اهم حاجه ان احنا نسويها بقى ونقفلها كده من تحت عشان ما تبقاش ايه مفتحه. ممكن نعملها يعني على الرخامه، نسوي العجينه كويس كده ونلفها ايه بايدينا كده على الرخامه كده عشان تتسوى يعني من تحت كده زي ما بقول لكم. هنكمل بقى انا بقيه الكميه ونرجع لكم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما قطعت كل كميه العجين اللي معايا، ونسيب طبعا فواصل عشان هو لسه هيزيد. هغطيها بقى بالفوطة ونسيبهم بقى ايه يخمروا. هنا ما شاء الله بعد ما اختمروا انا سبتهم حوالي ايه ربع ساعة كده، يعني حجمهم ما شاء الله اتضاعف. انا كمان عاملة العجينة مش مكبراها يعني جامد، اللي حابب يكبر بقى ممكن يكبرها. ده لبن بقى هندهن وشهم، واللي حابب بقى يدهن بيض يدهن، بس انا بصراحة ما بحبش البيض في دهان الوش يعني. ندهنهم كده بالراحة بالفرشة عشان ايه ما نضيعش نهبطش بس الخمر اللي هما ايه خمروه. وده برضو سمسم رشه كده على وشهم، ده اختياري يعني، بس هو بصراحة بيدي شكل جميل خالص لعيش البرجر. العيش ده بقى ينفع للبرجر للشاورما. ممكن الأطفال ياخدوا معاهم سندوتشات في اللانش بوكس للمدرسة.
طالعه بقى ما شاء الله بالجمال ده زي ما انتم شايفين كده، بعد ما حطيت بقى عليهم السمسم بوريهم لكم من قريب. طبعا انا مسخنت بقى الفرن على درجه حراره عاليه، لازم الفرن يبقى ايه عالي خالص. ندخلهم بقى ونوريكم لما يرجعوا يطلعوا من الفرن. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعتهم من الفرن هنغطيه بقى شويه عشان ايه يطروا كده ونعرفوا نطلعهم من الصاج. هنا بقى بعد ما بردوا ما شاء الله ما لزقوش وطالعين ما شاء الله زي ما انتم شايفين بالجمال ده، وهشين خالص واخدين كمان اللون الدهبي الجميل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بوريهم لكم تاني بقى من قريب يعني، وهنقطع بقى معاكم. اوريهم لكم بقى من جوه ان هو كمان مفرغ وهشش خالص من جوه. بصراحة كان طعمه جميل خالص، كنت عاملة معاه الفيديو بتاع الشاورما، كان بصراحة يعني ايه روعة، انا كنت منزلاه قبل كده. ولونه كمان كان واخد اللون الدهبي الجميل ده. هنا بقى هنقله معاكم في الطبق يعني كده عشان ايه نرصه كده معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني التلات كوبايات دي ونص، يعني حوالي نص كيلو، عملوا لي ما شاء الله كل الكمية ديت، وكمان مضمون واحسن كمان من اللي بنشتريه من بره. اتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. بقول لكم يعني ما تنسوش اللايك، متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.